البيت مش مجرد جدران وأثاث. البيت طاقة، وممكن تكون مريحة أو خانقة، وده يعتمد على الحاجات اللي بتحطها حواليك. خليني أقولك على 5 حاجات لازم تكون في بيتك علشان الطاقة الإيجابية تفضل دايما عالية. أولا، الضوء الطبيعي. أشعة الشمس هي مصدر الطاقة الأولى في أي بيت. افتح الستاير، خلي النور يدخل، لأن الضوء الطبيعي بيحسن المزاج والنوم وحتى التركيز. ثانيا، النباتات مش بس ديكور، دي كائنات بتتنفس طاقة حياة. وجودها بيوازن الجو وبيقلل التوتر. وابعد عن النبات الصناعي، خليك في الطبيعي أحسن لك. ثالثا، الروائح الجميلة. ريحة المكان بتأثر مباشرة على النفس. عود، فانيليا، ليمون. اختار ريحة تحسسك بالانتعاش والهدوء. ممكن تستعمل البخور وممكن الشموع المعطرة. رابعا، الألوان الهادية. درجات البيج، الأخضر الفاتح والأزرق السماوي بتدي إحساس بالسلام الداخلي. الألوان دي بتخلي البيت يحتضنك بدل ما يهاجمك. خامسا، ترتيب بسيط ومنسق. الفوضى بتسحب طاقتك حتى لو مش واخد بالك. كل حاجة لازم يكون ليها مكانها، وساعتها هتحس إن البيت بقى امتداد لهدوءك النفسي. وفي النهاية، البيت اللي فيه طاقة إيجابية مش بيت جميل بس، ده بيت بيشحنك كل يوم بطاقة حياة جديدة.